انا عندي 80 سنه عشان نبقى فاهمين يعني. ربنا يديك الصحة بقى، ربنا يديك الصحة. كتير يعني. فالمهم فبصينا في الخرائط لقينا ان خط الدفاع الثاني ده على القناه، وبعدين في نفس الوقت تنحي رئيس الجمهوريه، ويعني كانت احداث بالنسبه لي والواحد في بدايه حياته عمليه زي ما الواحد ابوه وامه يعني ينفصلوا يحس انه ضايع كده يعني. وبعدين راح معدي علينا مثلا عربيه جيب بالليل، فالواد الخدمه عندنا يعني احنا جد في الحاجات دي يعني، وقفوا اثبت بس بص قال انا عميل الشاذلي، قال له كلمه سر الليل، قال له بقول لك انا عميل الشاذلي، قال له كلمه سر الليل، قال له انت بتفهم؟ قال بقول لك انا عميل الشاذلي، قال له كلمه سر الليل بمنتهى البرود. قال له اطلع يا اسطى، راح رقعه دفعه، جايب الفردتين اللي قدام والموتور، وننزل وارفع ايديك فوق، وراح ايه مثبتهم ونزل. رئيس عميل الكتيبه جه في ايه كذا كذا كذا، بس قال له ضربني بالنار، قال له ما لو كان فوتك كنت حكمته انت برضه. بس المهم قال انا مطلوب في مصر حالا وطلبني بالاسم عشان في موضوع خطير وبتاع كده. وخد العربيه ومشي وساب الايه مجموعه الشاذلي تتصرف على نفسها. ابتدينا ننسحب احنا، قال لك قائد الكتيبه سيد شباب. معلش يا ست لو عايزين الايام بس. ما اصل في الحرب الساعه بضغط، فاهمني حضرتك ازاي؟ الاحداث بتتطور على مدى يوم، تلاقيها بقيت اتقلبت الدنيا كلها. ففعلا هو مشي تاني يوم الصبح كنا شادين ونتحرك، وتحركنا بسبب ان قائد الكتيبه كان رائد ورئيس عمليات نقيب، انما حافظين سينا صم. فسحبنا لغايه القناه يعني يوم 9 بالليل 10 يونيو، ما قابلناش لا اسرائيلي واحد ولا مصري واحد. هم عارفين الايه الطرق، ايوه، فتجنبوا كل الكلام ده. لقينا واحد من الصعقه رائد برضه قديم مستنينا الناحيه الثانيه من القناه، جايب برطوم، عدى بالحبال، نزل العربيه تقف يشدوها الناحيه الثانيه وهكذا. نزلنا عدينا الناحيه الثانيه دون ادنى يعني، في الوقت اللي الجيش كله كان بيحصل له حاجات طبعا بالطيران واللي وقالوا لنا اتحركوا على بورسعيد. بورسعيد حركنا، قعدنا في مدرسه بورسعيد الثانويه ومدرسه اسمها اشطوم الجميل. فكنا مكلفين ان احنا ناخد البلانسات بتاعت الصيادين ونعدي قدام حته البردوين، نلم اللي منسحبين من سينا بيتزنقوا هنا. واياميها انا فاكر حتى على القناه اللي كانوا بيغيروا ال 50 او 100 مصري اليهود يعني عشان يعدوك الناحيه الثانيه، تبقى لهم 10 بطيخات ولا 5، ال100 بايه؟ 5 زي ما بيقولوا يعني. فالقصه كانت وحشه قوي، وحشه قوي، مفيش اوحش منها غير الاخوه الاعداء، الفوضى يعني، ايام الفوضى. طيب كل يوم نقعد مع بعض زي ما احنا قاعدين كده، نقول لقائد الكتيبه انا رجعت معايا 25 واحد، 3 ضباط من اسمه كذا وكذا وكذا، يعني ندي التقرير بتاعنا. احنا قاعدين في مدرج العلوم في بورسعيد الثانويه، جه التليفون ضرب، التليفون بتاع الجيش ده ابو منافله ده ضرب. فقال كتيبه رفع السماعه، ايوه يا ابني. مين؟ تقول مين؟ راح ايه؟ قايم ايه؟ ايوه يا فندم. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. وفؤاد لو اتاخدت، تعرفين بفؤاد بورسعيد ولا محدش راح؟ عارفين يا فندم. يفصلهم اللي هي قناه دي جوه سينا او جوه اسيا، ودول جوه افريقيا. والمعديات هي قناه السويس كانت ايه رايحه جايه. حاضر يا فندم، لو بفؤاد اتاخدت تبقى فوق جثثنا كلنا. حط السماعه. مين بيكلمه؟ جمال العسكريين يفهموا اكتر ازاي رئيس الجمهوريه يكلم الرائد، واللي في النص ايه فين يعني.
قد يكونوا في مكان انما بيكلموا يعني. اساس القياده. جمال عبد الناصر الكتيبه شدت الكتيبه وتحركنا بالعربيات ونزلنا بعد المعديه بالمعديه وبدأنا نمشي، وقابلنا واحد في السكه وقف قائد الكتيبه، واحد مدني، حاسب حاسب حاسب. قال له ايه في ايه؟ قال له انت رايح تبص على الطريق اللي شرق القناه؟ قال له اه. الخريطه ما فيهاش طريق. قال له لا في طريق، وهيئه قناه السويس عاملاه ويصلح لتقدم جميع المركبات تعدي عليه. قال له طيب لما تطلع معايا توريني الطريق. طلع معاه. قال له تعال طبعا، وطلع فعلا لقينا في طريق شرق القناه يوصل لغايه اسماعيليه. وصلنا انما قال له يطلع لغايه اسماعيليه. فرجع يقول لنا، فقال له التاني نزل من العربيه واختفى. كان قايل لنا اسمه كذا، هيئه قناه السويس، مهندس ولا اخره. طلع ان هيئه قناه السويس ما فيهاش الاسم ده خالص ولا اي حاجه من دي. طب مين ده يا جماعه؟ يعلم الله. بس ورانا كل حاجه. طب عرف ازاي؟ ما هو قال كده يعني وقفوا الناحيه الثانيه بعد ما عدينا بالفؤاد، قال له انت رايح تشوف كذا، انت مش عرفه. يعني في حاجه كده روحانيه مش عارفينها يعني. لغايه الان لغايه دلوقتي مش موجود. لغايه الان مش عارفين. لا مفيش